ضروري تسجلي عندك هاد الوصفة لسيدنا رمضان. غادي نشاركها معكم بعجينة خطيرة وكتجي واعرة. هنا كيف ما شفتوا عندي زلافة ديال الفينو، زلافة ديال الفورص، شوية ديال الزبدة، شوية ديال الخميرة ديال العجينة والزعتر والضامة ديال الكنور، ديال الثومة سنيدة والما دافي باش نجمعو العجينة ديالنا. هنا كيما شفتوا درت الفينو والطحين، درت مع ديك شوية ديال الزبدة، وهنا درت شوية ديال الزيت البلدية، شوية د الملحة. صافي هنا غادي ناخدو داك الزعتر غادي نحكو بيديا هكايا. صافي هنا غادي ندير واحد المعلقة ديال السكر سنيدة، وغادي نزيد مع هاد الضامة ديال الثومة. هاد الضامة ديال الثومة كتعطي واحد المذاق زوين في العجينة، جربوها غادي تعجبكم. هنا درت شوية د الخميرة ديال العجين. صافي هنا غادي نبسبس هاديك الزبدة مزيان بينها مع داك الطحين. صافي هنا غادي نبقى نضيف الماء بشوية بشوية حتى نعجن العجينة ديالي. انا درت هنا غير شوية البنات، راه ما كثرتش العجينة. تقريبا غنخرج هنا غير بيتزا وحده. صافي هنايا غنشارك معكم الحشوة ديالي. هنا درت الكفتة ومطيشة اللي حكيتها غير بالحكاكة، والفلفلة ملونة، شوية ديال مطيشة ديال الحك، واحد كنورة ديال الثومة، واحد الطريز ديال الثومة والربيع. صافي هنا خديت مطيشة درت معاها هاديك الصوص ديال المطيشة ديال الحك مع شوية ديال زويته بلدية، زدت عليها واحد الضريس ديال الثومة. تقدروا تستعملوا حتى صوص اولا، المهم اللي عندكم. انا بغيت نشارك معكم هاد لاصوص اللي كندير، حتى هي صراحه كتجي زوينه. صافي هنا نستمتع بشويه ديال السكنجبير وشويه ديال الخرقوم درت لها شويه الملح شويه البصل. صافي هنا غادي نخلطها مزيان حتى كتختار معايا. كيف ما شفتوا كتعطي هذيك المركز الطماطم كيعطي واحد اللون زوين. صافي في نفس المقله اللي شحرت فيها مطيشه حيدتها ودرت الفلافل الالوان. هنايا درت غير الحمراء والصفراء، ودرت لها شويه البزار شويه الملحه. صافي هنا غادي نبقى نحرك بحال هكا تطيح لي ديك الفلفله. صافي هنا خديت الكفته ديالي، زدت ليها شويه الربيع، زدت لها ديك الضمه ديال الثومه، وغنزيد لها شويه الملحه وشويه البزار وشويه الخرقوم، وزدت لها شويه ديال السكنجبير وشويه ديال التحميره حلوه. صافي هنايا انا كيف ما شفتوا راه زدت لها العطريه، وزدت لها هنا شويه ديال العطريه اللي نصايبها انا على يديا. صافي هنا غادي نحاول نخلطها مزيان باش تدخل فيها ديك العطريه مزيان كيف ما شفتوا. صافي هنا كلشي راه واجد عندي. هنا خديت العجينه ديالي كيف ما شفتوا راه قطعت، خرجت منها غير جوج كرات ديال العجينه، يعني جوج بيتزات. صافي هنا غادي نبدا كنقرص، انا درتهم شويه كبارين. صافي هنا حطيتها في المقله. صافي كيف ما راكم عارفين كامل كتقبل العجينه يعني بالفورشيط. صافي هنا غادي ندهنوها بديك المطيشه اللي صايبتها معكم. كيف ما شفتوا تعطي واحد اللون زوين وفيها واحد المذاق زوين. ديك المذاق ديال الثومه وهذا راه كتعطي واحد المذاق زوين. صافي هنا كيف ما شفتوا هنا درت لها واحد شويه ديال الموتزاريلا. المهم انا هنا كان عندي غير الموتزاريلا. صافي هنا راه كيف ما شفتوا راه عمرتها بالفرماج النيت. صافي هنا درت الفلافل الالوان هكا كنحاول نستفهم على هذا الشكل. الا شفتوا البنات انا الكفته راه ما شحرتهاش، خليتها هكا غادي نديرها كويرات وغنخليها طيب نيشان في الفران. نيشان غادي طيب مع البيتزا. صافي هنايا زيت هذوك الكتيته اللي شرملت درتهم كويورات صغيورين، غندخلها نيشان نستفى فوق منها. وهنا لحت فوق من داك الزيتون اللي مقطع على شكل دوائر، زيتون كحل. صافي وهكا غادي ندخلها الفران. كيف ما شفتوا هنا هي راه طابت وجات محمره ومقرمشه. وكنتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم، وإلا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من لايك والبارطاج مع الاصدقاء ديالكم. وشكرا لكم بزاف ورمضان مبارك سعيد.